بص يا صاحبي، في حاجتين مهمين قوي لازم تاخد بالك منهم. الدنيا اللي احنا عايشينها والآخرة اللي احنا بنسعى لها. ممكن تخسر أي حاجة في دنيتك عادي وتكمل أو تحاول تعوضها، لكن الآخرة لو خسرتها فعلا لازم تقول لنفسك هو أنا عايش ليه؟ الدنيا دي دار اختبار مش دار راحة. مش معنى إن أنت خسرت شغل أو فلوس أو حتى علاقات إن حياتك انتهت. بالعكس، الدنيا بتتغير وممكن ربنا في يوم من الأيام يعوضك بحاجة أحسن منها. السؤال الحقيقي اللي المفروض تسأله لنفسك، هو أنا مستعد للي بعد الدنيا؟ الآخرة هي الهدف الكبير اللي أنت بتسعى له، اللي بيحقق قيمتك الحقيقية. ساعات كتير بننشغل بالفلوس وبالشهرة وبالعلاقات والشغل وبننسى أهم حاجة، علاقتنا بربنا. لو نسيت ربنا مش بس هتبقى خسرت الآخرة، انت كمان خسرت السند الوحيد اللي ممكن يساندك ان انت تعوض خسارتك في الدنيا. ربنا خلقنا لهدف واحد، مش عبادة بالشكل التقليدي اللي انا وانت عارفينه بس، لا، انك كمان تكون بني ادم صالح وان انت تحافظ على نفسك من الحرام. طب فكر فيها كده، لو خسرت كل حاجة في الدنيا بس علاقتك بربنا كويسة، هتلاقي نفسك مطمن، بتعدي نصيبة بعد نصيبة ولا فارق معاك. لكن لو الدنيا والآخر راحوا منك فعلا تبقى خسرت كل حاجة. فنصيحة مني، اشتغل على نفسك، دور على رزقك، عيش حياتك، لكن خليك دايما فاكر ان علاقتك بربنا هي الأساس. الدنيا ممكن تتعوض لكن الآخرة ملهاش بديل، ولو وقفت قدام ربنا يوم القيامة مش هيبقى عندك فرصة تصلح اللي فات. سلام.